عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير واحسن صحة وسعادة دايما ومتجمعين دايما في الخير ان شاء الله. وفي قناتنا الحلوة دي قناة رانيا دودو واولادها. المهم النهارده يا اولاد فرحتنا فرحة مش سيعانة، فرحة مش سيعانة. ليه بقى؟ النهارده عيد، النهارده ليلتنا، النهارده الجامعة بتاعتنا. الجامعة رايح فين يا ابني؟ الف مبروك اتخرجت. انا اتخرجت خلاص بقى مسافر. خلاص مسافر. مع السلامة. مع السلامة مسافر. ايه سلامات يا حبيبنا يا بلدي. سلامات من كم واحد ما فاضلش منهم واحد. سلامات. انا ما فضلتش منهم. ما هو انت هتمشي اهو بقى، فما عادش بقى هتفضل بقى. المهم ايه، واحد بيقول لك مسافر واحنا رايحين فين؟ رايحين للي جاي منين؟ جاي لنا من السفر. جاي لنا منين؟ جاي لنا من السفر. بقى له 10 سنين غايب عننا. فاكره؟ اكيد فاكر ايه؟ فاكر بس الفرح. فاكر بس الفرح. يا ذكرياتك ايه؟ والله العظيم ده اللي فاكره بس ده اللي فاكره. ما عادش في ذكريات تانية. هو انا كنت قد ايه اصلا عشان افتكر حاجه؟ يعني مفيش حاجه؟ مفيش اي حاجه خالص. مش مجمع ملامحه؟ طب ملامحه جايبها منين؟ لا ملامحه كانت الاول غير والوقت غير. وانت اصلا مش فاكر ملامحه اللي عن طريق اليوتيوب؟ انا فاكر بس ملامحه يوم الفرح ده اللي انا فاكره بس. والله ما انت فاكر حتى ملامحه يا كداب من يوم الفرح. والله لازم فاكر. ده انت واد محترم قوي واصيل وحاطط الملامح لحد دلوقتي. نجيب لكم بقى الاخت الثانيه اللي حلفت ونقول لكم حلفت قالت ايه، نخليها تتكلم بنفسها. هنا بقى يا حبايب قلبي ايه في مفاجاتنا الصغيره يا بنت يا نور. طبعا يا جماعه وقفت طبعا النهارده معاكم في الفيديو. وقفت يا نور النهارده اتشفيتي بقيتي تمام يا ست الكل. لا يا حبايب قلبي، بس يعني الحمد لله ان انا وصلت للمرحله دي وان انا بدات ان انا اقف واسند نفسي، وكل بدعواتكم كل بحبكم وكل بكومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني وتفضل تشجعني على طول ان انا اكون احسن وان انا اطور من نفسي اكتر وان انا اقوم واتسند بيكم وبقوى بيكم يا حبايب قلبي. النهارده الفرحه فرحتين والنهارده العيد يا جماعه. الاعياد كل اللي فاتت دي ما كانتش عيد. العيد ده عيد مختلف، ده عيد كده اتخلق لنا كده من ولا حاجه، ولا عيد اضحى ولا عيد فطر. عيد قدوم خالي وعيد وجود خالي طبعا يا حبايب قلبي اللي ما شفناهوش طبعا من 10 سنين من طفولتنا، مش شايفينه. ذكريات بسيطه اللي فاكرينها له. يا ترى هل هو يبقى فاكر لي الذكريات اللي انا فاكرها له دي، ولا انا بس فاكره لوحدي، ولا هو كمان ناسي زينا؟ يعني يا جماعه انا فرحانه جدا 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 جدا. يعني انت اصلا رايحه؟ طبعا لازم انا اروح. والله اخوك ما عادش هيقدر يشيلك. انا هتسندوني وانا هضغط على نفسي لاجل عيون. طب ما تقعدي وبعد كده خليك لما يجي عليا لحظات كتير قوي. يعني انا طول السنه في لحظات كتير قوي، في افراح كتير قوي، تجمعات انا ما كنتش موجوده فيها، ودروس طول برضو السنين. بس انت تعبانه واخوك بيضطر يشيلك. هل انا برضو اخلي تعبي برضو حابسني في البيت بقالي شهر؟ طيب نعمل ايه دلوقتي؟ اضيع فرحه قدوم خالي؟ اضيع فرحه وجوده دلوقتي؟ لا هتشتلوني لا هتسندوني، معلش بقى استحملوني. ايه ده؟ ايه اسعار الشاعره نور يا جماعه؟ انت بتحرجينا قدام جمهورنا عشان يقولوا ما تكسروش بخاطرها وخدوها وودوها اساسا ومش عارفه ايه. متابعيني وحبايب قلبي يكسروا بخاطري، وطبعا هيشدوا بقى همتهم معانا. لما احنا نشد طبعا همتنا هم هيشدوا همتهم معانا. احنا هنستثنيها النهارده علشان خاطر ايه؟ عشان خارج. وانت شوفي قاعده. بصي يا جماعه، اتسندت ولبست وكده. انا كنت في الشغل ولسه جايه. اتسندت ولبست وظبطت حالها وقال ايه طالما انتوا رايحين. سمعتني بقول لعبد الله احنا هنسيبها ونروح احنا ومش عارفه ايه. بتقول لك لا كل الافراح لا انا لازم احضر اللحظه الصعبه دي واللحظه. قلت لها نور هتروحي؟ قلت لها حبيبه قلبي ما انتوا هتسندوني. هو انتوا فين؟ انتوا عكازي في الدنيا وانتوا ظهري في الدنيا. وبعدين قالت لي الفرحه دي ما ينفعش ان انا اكون بعيده. يعني الفرد الغايب اللي فيها لازم انا اكون الفرد ده بقى مش كل حاجه ما احضرهاش. يوم الشغل اخرت علينا الوقت واخرت علينا الميعاد. عايزين نلحق نشوف الخال من قبل ما زمانه نام يا نور. زمانه نام وذهب للحمام. عايزين نلحقه. طب يلا بينا. يلا بينا. طبعا يا جماعه ان شاء الله لو قدرنا ان احنا نصور طبعا معاكم ونشارك معاكم اللحظات الجميله دي. اتمنى ان انا طبعا اشارك معاكم طبعا اللحظات الجميله دي، وبالتالي كمان هتكون ذكرى لينا هنا ولحظه برده مميزه هتكون لينا هنا على القناه. زي ما احنا بنلاحظ ان في حاجات كتير بتقع من ذكرياتنا، حاجات كتير قوي بتقع من دماغنا زي الذكريات اللي كانت بيني وبين بنضطر نرجع لها. لو كان بينا قناه او كان بينا تصوير وقتها كان ممكن ان احنا نرجع ونعيد ذكرياتنا تاني والمقتطفات اللي طايره مننا. فدلوقتي القناه دلوقتي فايده لينا
فايده كبيره قوي في لقطات كتير وحاجات كتير قوي من حياتنا، ان بنرجع نتذكر حاجات كتيره قوي حلوه. فاتمنى طبعا ان دايما يكون فيديوهاتنا معاكم حاجات سعيده تفرحكم وتفرحنا احنا كمان، للذكرى لينا وليكم حبايبي. احنا ما شفناش بقالنا عمر، وجه قص شروط النتائج الثانويه العامه. انا جاي بقى قص النتائج الافراح والنتيجه النجاح. الافراح والنجاح والليالي الميلاد. الحمد لله. طب الحمد لله احنا يومين هنصور احنا درست مليون مره بنسلم على حساب. احنا كده بنسلم لهم مسلمه واحنا مسلمين وكل مسلم. كنت احضر الفرحه وتحضر. لا والله الحمد لله ومبروك على النجاح. شويه كنت لحقت الزغاريد. انتوا كنتوا فين؟ انا ما اعرفش ان حسام جاي من بره وبيقول لي ده النتيجه بتاع الثانويه ظهرت ونور نجح، يلا نروح له. قمت قال له خلاص يلا ايد على كده، يلا بينا يلا. جينا بقى اول ما قال له كده ظبط يا بابا. هم بقالهم شويه هنا يا جدعان، بس بنسلم المليون يعني بقى السلام يزيد المحبه. ايوه بقالنا شويه هنا جايين بعد يعني بعد الهيصه على طول. بس احنا بقى هم جم وجي ناس كتير وده، فاحنا طبعا بنحترم ان في ناس ما بتحبش تتصور وكده اراء الاخرين الخصوصيات بتاعتهم. قلنا بعد ما ينزلوا ناخد لقطتين كده ايه ينورونا كده في الفيديو بتاعنا. لو الاحسن كمان الواحد يعني جاي في يومين حلوين كده، حسيت كده بوجودك كده فيها مناسبات، فيها افراح ونجاحات وكل الافراح، فيها ود وموده وحب ومحبه. اللي هو ايه احنا كنا عندكم امبارح عندنا النهارده سايبين فرصه نفضل نروح ونيجي ويجي علينا ايام ما نلاقيش حتى لا الناموس بيجي. بس بطه معديه فتره معديه كده عشان بطه تيجي تفرحنا، الفرحه هتيجي تبسطنا، لكن الناموس هتيجي تزعلنا. لا مش عايزين ناموس، ربنا يكفينا شر وقصته. نورتونا. يا رب دايما والنجاح لنجاح دايما يا رب. اللهم امين. بقى تنسيق الكليه والكليه ربنا ينولك كل اللي انت عاوزاه ان شاء الله. والله يا حسام وهي بصي طالما ان هي حلوه امورك تبقى تمام. هم يثبتوا نفسهم في اللي جاي بقى. يعني انا عاوزه اقول لها بقى اثبتي نفسك في اللي جاي وحققي اهدافك في اللي جاي، وده مش انت اللي اخترتيه، ربنا اللي اختاره ليكي. بس كل واحد يثبت وجوده في الحاجه. في ناس هتاخد كليه تحصيل حاصل وفي ناس هتثبت وجودها داخل الكليه بتاعتها. ولو هقول لك حاجه، الكليه لو ما جاتش في يعني حسب مرادك او حسب حلمك فخدوا كورسات. هي ادب يا تدخل تمريض ازاي؟ لف راسه انت ليه ما تخشيش تمريض؟ لا لو انت مجموع 80 دول مش هيجيبوا حاجه. رحنا نقدم ده بقى اللي بعد الاعداد. احنا رحنا نقدم، فكنت منفصله وما كنتش اعرف حاجه اسمها يبقى معايا وصايه تعليميه. فرحت قلت لهم، فقالوا لي فين الوصايه التعليميه؟ قلت لهم انا معايا ورقه الطلاق. قالت لي لا، وقامت رايحه غلطانه فيا، يعني زعقت لي وشخطت فيا وكلمتني وحش. قامت نور جايبه الملف منها وقامت قايلها اصلا انا ما يلزمنيش ان انا ابقى في مدرسه حد فيها امي وعلى صوته عليها وكلمها بالاسلوب ده. انا مشكله مع عصبيتي خلتني ان انا اديلهم الورق بغباء. فاديتهم الورق بقى بحاجتها بشهاداتها. كنت عايزه اقول لك كنت متدبسه لما كنت رايحه اقدم في مدرسه ثانيه. اصل انا قدمت في 3 نتائج. احنا مدرسه ونجحت، بس انا كده سحبت ملفي بس ما كملناش، ما رضناش، قلنا تدخل سنه تقريبا كنت بريح منه خلاص. رحت خلاص ونجحت وقلت يلا عملت المقابلات والحاجه بتاعت الويل. طب والله لو كانت كملت فيها كانت تبقى كويسه. الحمد لله. كان لسه اول سنه لسه داخله السنه اللي قبلها، وقالوا احنا مش عارفين نظامها، واحنا كنا بنسال هل هتدخل كليه ولا لا. قاموا قايلين لك عشان تدخل كليه لازم تعمل معادله بس وتاخد المواد اللي هي اصلا ما درستهاش ويا تنجحش. وقال لك يمكن طب هيتوظفوا، قام بيقول لك يا عالم يتوظفوا ولا لا، ويمكن 10 بس ويمكن 10 بس من هو هياخدوا فاصل مثلا 30، يمكن 10 من ال 30 هم اللي يتوظفوا وال20 طب نظامهم ايه؟ يقول لك عادي ما هيقعدوا في البيت زيهم زي ده. فقلت لها لا خلاص يعني ما دام كده خلاص يبقى صحيح يبقى قلتها احسن. قلنا بقى يبقى قلتها احسن وتروح بقى ايه ثانوي. هي كان كل حلمها تدخل اعلام، ورجعت تاني من حلمها وقالت لا ما عدتش عاوزه اعلام. قامت قايله الخيره فيما يختارها الله. لما لقت الدنيا بقى ايه بتبقى نظام ايه فهلوي. ايوه يعني الناس بتتفهلو وتجيب مجاميع. وفي ناس عسل تكرهوا شيء ممكن ربنا عمل كده عشان ربنا يختار لي. هي عشان نحطها في حاجه هي تثبت نفسها فيها وتبقى احسن من اللي هي كانت عايزاه كمان يا رب. وبعدين حتى لو هي بتقول لك حتى لو دخلت كليه مش على هوايه فانا هدخل كليتي لان ده تعليم وده اللي ربنا كتبه لي، واحاول اي حاجه انا حباها.
يعني مش ان انا اوقف حياتي على قد الكليه بتاعتي، ان انا اخد كورسات في المجالات اللي انا القط عليها. حتف عليهم القط على مين؟ على عمتي. انت حسيتي بقى ازاي اصلا؟ يعني حدف عليها الشيخ، ده انا رجلي حدف عليها الشيخ. لا ما هو عبد الله حسيت بيبقى ازاي؟ عمو. لا بس ياسين كانت رايحه تعدي عادي، اما تشرب تصوير ما بتقول لي تخربشي دماغك، بقول لها المفروض تطعمش. والله كل ما يعني تخربشنا، استنى هي وسكت لهم ولا كل ما تخربشنا بنقول لعبد الله عيب ارمي القطط ده عشان ما يجرالناش حاجه، بيقول انتوا مالكوا ولادي محدش يدوس القطط.